بما اننا على مشارف العام الجديد، كل عام وحضراتكم طيبين، وعشان حبيباتي الستات يعرفوا انا بحبهم قد ايه، قلت اكيد ما اجيش النهارده وما ادخلش عليهم بايدي فاضيه كده، وقلت اقول لهم او اقول لكم 23 اقتراح لو عملنا بيهم في 2023 هتكون حياتهم الزوجيه هنيه، ومفيش احسن ولا اجمل ولا اسعد من كده. جاهزين؟ ورقه وقلم يا ست الكل واكتبي ورايا. ما تبقيش زنانه، وما تبقيش فتانه، وما تخليش سيرتكوا البانه. الحاجه تطلبيها من جوزك مره واحده بس، جوزك عملها، ما عملهاش تستني كده يومين 3 وتفكري بيها، بس مش كل شويه زن زن زن. بعدين اللي بينك وبين جوزك ما يطلعش بره حتى لو لمامتك، لكن اللي بينك وبين اي حد في الدنيا عادي تقولي لجوزك، ده جوزك الفرعون الكبير، ما فيش اي سر يستخبى عليه ابدا. حاجتين اياكي تعمليهم في 2023 لان دول اكتر حاجتين بينرفزوا الراجل، انه ينادي عليكي وانتي تعملي مقموصه وما ترديش، او انكم تكونوا شادين مع بعض شويه وتقومي سايباه وداخله الاوضه ورازعه الباب في وشه. غير مقبول وغير مسموح انك تعملي تصرف زي ده. بدل ما تلعبي في جيوب جوزك وتفتشي في جيوبه وتعرفي هو معاه ايه، حطيله فيها بونبونايه او ورقه كاتباله فيها كلمه حلوه، وشوفي واقع التصرف ده عليه بعد كده هيكون عامل ازاي. يعني مثلا تخيلي كده تروحي لجوزك وتحطي له في جيب الجاكيت بتاعه ورقه مكتوب فيها طلبات انتوا عايزينها من السوبر ماركت،